بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ما سمعته من قصة الملك مع الشاب المسحور ما هي بأعجب من قصة الحمال. بلغني أيها الملك السعيد أن شابا يعمل حمالا عاش في مدينة بغداد، وكان يحمل السلع وينقلها. وفي أحد الأيام، وبينما هو واقف في السوق متكئا على سلته، أتت إليه امرأة ترتدي نقابا من الحرير ووشاحا أنيقا ذهبي اللون. وعندما رفعت وجهها لاحظ الشاب أن لديها عينين جميلتين داكنتي اللون، وقالت له بصوت رقيق: يا حمال، احمل سلتك واتبعني. أخذ الحمال سلته وأسرع خلفها وهو يقول: يا له من حظ حسن، يا له من يوم سعيد. وسارت أمامه حتى وصلت إلى أحد المنازل، وعندما طرقت الباب خرجت سيدة عجوز وأعطتها إبريقا ثقيلا، فوضعت الإبريق في السلة وقالت: يا حمال، احمل سلتك واتبعني. فتبعها الحمال إلى بائع الفاكهة، حيث ابتاعت تفاحا أحمر وأصفر وخوخا وليمونا وبرتقالا، ووضعت كل ذلك في سلة الحمال وطلبت منه أن يتبعها، ففعل وهو يصيح: يا له من حظ حسن، يا له من يوم سعيد. توقفت بعد ذلك عند الجزار وطلبت 10 أرطال من لحم الضأن الطازج ووضعته في السلة وقالت: يا حمال اتبعني. اندهش الحمال من كل هذه الأشياء الرائعة التي كانت تشتريها، ووضع السلة على رأسه وتبعها إلى البقال والمخبز ومحل بيع الأدوية، ووضعت هي كل سلعة في السلة، واستدارت إلى الحمال وقالت: احمل سلتك واتبعني. حمل الحمال السلة وأسار خلفها حتى وصلت إلى منزل كبير ذي أعمدة ضخمة وباب مزدوج مغطى بالعاج والذهب البراق. توقفت المرأة عند الباب وطرقته برقة، وهنا أدركت شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبكرة قصة جديدة. تصبحوا على خير.